الرجاء كتلعب احسن وامتع ماتش لعباتو هذا الموسم هذا. بعض اللعابه اللي كنا كنشوفوا فيهم ان المستوى ديالهم كان متذبذب بعد الشيء في البدايه ديال الموسم، شفناهم امبارح بحال بداو كيجيبوا في الفورم. وشفنا حتى الانتدابات اللي داروهم جداد للرجاء كلهم قدروا يعطيو اشارات بانهم غادي يفيدوا الفرقه هذا الموسم هذا. ما صدمناش كاملين البارح بان النفاتي دار ماتش خيالي. النفاتي كابيتان بدون عماده. النفاتي من هادوك المايستروات اللي كيكونوا في الهجوم، كان في الفورما يا ما كانش في الفورما ديالو، قدم مستويات خياليه. خساره هاد اللاعب هذا ما شفناش مع المنتخب الرديف في كاس العرب. النقطه السوداء اللي كانت في الماتش البارح، باعدي ما عرفناش مالو. باعدي واحد اللاعب اللي كبير، كنا كنشوفوا فيه بان لاعب كبير، دوز واحد المستوى خيالي مع الحسنيه اكادير، ودوز ثاني مستوى مزيان ومتوسط مقبول مع بركان. ولكن من جراجه ما عرفش كيفاش يفرض راسو. السيد ما عرفتش، يمكن مشاكل عائليه، يمكن مشاكل بدنيه، يمكن ما عرفناش السيد مالو. هاد القرارات كياخذوهم بعض اللعابه مبتدئين عندهم موهبه كبيره ولكن كيمشيو، اما كيبداو يشوفوا راسهم على الفرق ديالهم، كيولي يشوف بانه نيفو كبير او لا كبار هو من الفرقه بحال الرجاء. وهذا الشيء هذا دارو مذكور وشفناه وعشناه، كيضرب مع المكتب المسير اكثر ما هو كيضرب في التيران. والنتيجه ها انتم كتشوفوا مذكور دابا. ما بقى حتى شي واحد كيهضر عليه، مع العلم انه كان من الاظهره اللي كانوا كيهضروا عليه بزاف ديال المغاربه، ودابا ما بقى كيعرفوا حتى شي واحد. والاغلاط اللي دارهم البارح كارثيه ضد الرجاء، كارثيه كارثيه. كنا في 2006 ولا 2004 2005 كنا رابع الماتش الرجاء. التوقعات ديالي للبطوله هذا العام هذه غتكون من احسن وامتع بطوله دازت في هاد العشر سنين الاخر، حقاش كاع الفرق الكبار داروا انتدابات كبيره. ما غتحسم البطوله هذا العام هذه حتى للجوله الاخيره. اش بان لكم في السيناريو العجيب؟